ثم ماتت رابعة، ثم ماتت كل من المنتج والمخرج، وعندما لعب بيراميدز الاهلي تاني خد على عينيه تاني. فيلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد صبري ودي الكورة مع أفوكاتو. ما نقدرش نحلل الماتش امبارح إلا في ظل ربطنا ماتش امبارح بماتش الأسبوع اللي فات. إزاي بقى؟ أعتقد إن النقطة المحورية في الموضوع ده كله هي شخصية البطل، شخصية الفريق الكبير اللي بيقدر يتعامل مع الضغوط الكبيرة، شخصية الصياد اللي بيجري ورا فريسته. فرقة بيراميدز امبارح بصراحة الراجل تحس ان هو اتعلم شوية من غلطاته، الا ان برضو فرقة بيراميدز مش ما قدرتش تتعامل مع الضغوط الشديدة بتاعة المباراة من الاخر. طيب ايه اللي حصل امبارح من الاتنين مدربين؟ مبدئيا اعتقد ان النقطة المفصلية بالنسبة للاهلي وامتلاكه للكرة اللي هو اختلف شوية عن الماتش اللي فات كانت بتتمحور في حتة اصابة طاهر اللي اصابته خلت كولر يعدل من طريقة اللعب حبتين. وفي نفس الوقت الراجل يوريتيتش اخو مودريتش وكولوفيتش يعني قال لك ايه، الاهلي بيضحك عليا فين، وهبدا انا ايه القط كده ايه زي النقاش، القط كده ايه المشاكل اللي كانت عندي. طيب ايه اللي كان بيحصل؟ الماتش اللي فات كان مدي حريه كبيره جدا لحسين الشحات وامام عاشور، ان حسين الشحات يخش جوه الملعب ويلعب هو رقم 10 وامام عاشور هو اللي يطلع بره، وفي نفس الوقت كان بيدي المهام دفاعيه بيخلي طاهر يخش جوه الملعب يبقى 8، يبقى لعيب رقم 8 ثالث في قلب الملعب. فالحته دي كانت قافله وسط الملعب وعامله ستاره جامده جدا، وخلت فيه فرط حركه ناحيه الشمال، الناحيه اللي فيها حسين الشحات وفيها امام عاشور، وخلت الناحيه اليمين هاديه شويه. امبارح الموضوع كان مختلف حبه، اللي هو حسين الشحات راح ناحيه اليمين، ونزل الراجل المغربي بتاعنا اللي ما اعرفش يعني امبارح كان يعني همه على الشيبي قوي كده ليه مش عارف بصراحه، بعد ما راح غير معاه التيشيرت. فانا بقول للمعلم رضا سليم يعني انت بتلعب في نادي كبير يا معلم، خليك مع الاهلي بس. لما عمل كده خلاص بقى انت بتلعب دلوقتي 4-2-3-1. لكن اللي كان ملفت للنظر هو ان في بعض اللعيبه كان عندها ادوار مركبه. تعال ناخدها من تحت شويه. اولا الاثنين السرد باكات عبد المنعم ورامي كانوا واقفين بقى بشكل مختلف شويه، مش واقفين جنب بعض، لا هو رامي ثابت مع الفيرود واقف معاه، وعبد المنعم كان بيروح على الناحيه اللي فيها الكوره يلعب على القريبه. لو خدنا بالنا كده امبارح عبد المنعم كل الكور العرضيه كان هو اللي بيتصدى لها، كل اي كره على العارضه القريبه هتلاقي عبد المنعم موجود. ده دور مركب. نطلع شويه في نص الملعب. اكرم توفيق كانت قنبله الموقوته بالنسبه لكولر بصراحه، عمل يعني ادى دور كويس قوي. ايه هو؟ اكرم توفيق بقى خد دور ان هو بيلعب 6، وفي حال يعني هو انا دلوقتي بلعب بدافع مع مروان في وسط قلب الملعب، بس انا بديله بقى ايه حته ان انت اتقابل من قدام شويه، بحيث ان انت لو قدرت تاخد الكره بدري هتبقى انت الثمانيه الثانيه اللي هيروح ويعمل بنتريشن او هيعمل الاختراق لقدام. دي برضو تريكايه ما كانش عاملها في الماتش اللي فات. في نفس الوقت لفت نظري خالد عبد الفتاح عنده مشكله صغيره بس عنده ميزه حلوه بصراحه. عنده ميزه ان هو رفعاته احلى من رفعات محمد هاني، وراجل ملتزم جدا تكتيكيا، ويمكن مستواه دلوقتي حلو، بس انا كنت خايف عليه. يعني انا من اول الماتش بقول يا رب يعني انت خالد انت هتقدر تكمل الماتش معدل لياقه ثابت، يعني انت هتقدر تكمل الماتش بنفس المعدل. وده اللي خلاه في الاخر يطرد، لان هو ما لحقش الراجل بتاع بيراميدز زلاكا، او كان مش فاكر بالظبط هو عمل الفاول مع مين، وخد الانذار الثاني والطرد. ف اعتقد ان مارسيل كولر حته اصابه طاهر دي خلته يغير شويه. في نفس الوقت انا
انا كنت مع فكره ان رضا سليم يلعب، لان رضا سليم لعيب سريع، وادينا شفنا كمان وقوي في الضغط، شرس برضو زي طاهر الا انه اسرع واحرف. فادينا شفنا حتى الجول جه من ضغط دبل، يعني ضغط ما بينه وما بين امام عاشور، وراحوا بالكره اللي اتباصت لوسام. طيب الناحيه الثانيه بقى المعلم عمل ايه؟ المعلم بقى عمل فرط حركه في حته الضغط العالي. قال لك يعني هو ميدو قبل الماتش قال لك لو انت عايز تكسب الاهلي ما تصدقش ان انت فرقه كبيره قوي، وان انت وسيب الاستحواذ للاهلي والعب انت بقى في ظهره او اقف ورا شويه. بس هو المشكله ان فرقه بيراميدز داخله الماتش هي اللي عايزه الماتش مش الاهلي. الاهلي داخل الماتش كان داخل باعصاب اهدى، وفي نفس الوقت كان مدي تعليمات بقى للباكين ان هم ما يضموش لقلب الملعب، يرحلوا يفتحوا الملعب على قد ما يقدروا عشان الكور القطريه اللي الاهلي بيعملها. الاهلي بيعمل ايه؟ انت ضاغط عليه عالي هيسحبك، تعالى وبعد كده هلعبها في ظهرك على جنب من الجناب، بتتلعب بقى ايه؟ يطلع رقم 8 مثلا يحطها بدماغه للوينج، تتحط للوينج على طول على حسب ظروف اللعب. فهو الراجل قال لك انا هقفل بس الحته دي عشان ما تروحش عليها هجمات. وفعلا بيني وبينك عدد الفرص اللي صنعها الاهلي الماتش دوت كانت اقل بكتير من الماتش اللي فات. الماتش الشوط الثاني يعني هو الراجل ما خلاش عنده بقى، الراجل ريتيتش دوت يعني لعب بكل القوه الضربه اللي عنده. بس الغريب برضو ان انت كنت بتلعب باحمد توفيق باك شمال وعندك كريم حافظ، والماتش اللي قبله بتلعب بكريم حافظ باك يمين وهو اشول وعندك الشيبي بره. فانا يعني كان عامل حاجه كده مش مفهومه بالنسبه لي. فاعتقد ان كولر اتعامل مع الماتش بحرص شديد وبذكاء شديد. وكمان انا كان لافت نظري يعني بشكل كبير جدا الحاله البدنيه بتاعت الاهلي. يعني ده فريق بيلعب كل 3 ايام ماتش يا جماعه، ودي فرقه بقى لها اسبوع مريحه. يعني هل فرقه بيراميدز دي فرقه بقى لها اسبوع مريحه عشان يضطر الراجل يشقلب الدنيا ويعمل التغييرات دي كلها؟ وخد بالك بيراميدز برضه ما صنعش الفرص اللي تستاهل ان هو يتعادل حتى مع الاهلي. فبصراحه شابوه كولر، والجد كولر بصراحه عامل شغل عالي قوي. وهو هو ده الاهلي، الصياد اللي بيطارد فريسته. الفرقه اللي عندها الشخصيه هي اللي كسبت، وفي شخصيه البطل هي اللي كسبت في الاخر. يعني الحاجه الوحيده اللي خدتها على كولر امبارح ان هو اعتقد انه كان لازم خالد عبد الفتاح يخرج من بدري، لانه كان واضح جدا ان هو كان ممكن، الراجل كرم عليه لعيبه كتير قوي هناك. ويعني هو راجل فخر لقاي تعبه قوي الشوط الاولاني وحتى في الشوط الثاني. اعتقد ان هو كان كولر امبارح كان محتاج يعمل تغييرات اكتر من دي عشان يجدد، يعمل ريفريش للفرقه بتاعته. هي دي النقطه الوحيده بس اللي انا واخدها على كولر. غير كده مبروك بقى على الاهلي. بس كده. لو عجبك الكلام دوت ما تنساش اللايك الشير الكومنت سبسكرايب. ولو انت بتتفرج عليا على الفيسبوك يا ريت تروح تشترك في القناه.